هنعمل مع بعض النهاردة الخيارية دي من مطبخ لبناني. أنا عاملة عندي على المطبخ اللبناني على القناة، عندي أكلات كتير جميلة جدا. اللي حابب الأكل اللبناني اتفضل يشوفها على القناة عندي. احنا أول خطوة هنعملها، جيب صينية أو طاسة على النار فيها معلقة زيت، مش هكتر الدهن خالص. وبعدين جايبة الكوسة غسلاها كويس جدا ومقطعاها دواير زي ما احنا شايفين كده، وبنفضل نشوح فيها لحد ما نوصل لدرجة اللون اللي احنا عايزينه ده. ممكن برضو تحطوها نية، مفيش اي مشكلة خالص. بعد كده بجيب طاسة على النار او صينية، بحط بصلتين كبار بقطعهم تقطيع صغير معاهم معلقتين زيت كبار. بتدبل البصلة لغاية ما توصل لدرجة التتبيل. بنزل عليها باللحمة المفرومة. كمية اللحمة المفرومة متفرقش خالص معانا، ربع كيلو نص كيلو زي ما تحبوا. انا هنا عاملة كيلو كوسة، حطيت عليه نص كيلو لحمة مفرومة. بعصجها كويس جدا، وبحط عليها معلقة ملح كبيرة ومعلقة فلفل اسمر كبيرة كمان، وبنقلبها كويس جدا ونشوحها لحد ما توصل للدرجة اللي احنا هنشوفها في الفيديو دلوقتي. الخيارة دي من الأكل اللبنانية، من تراث لبناني، من طرابلس لبنان زي ما بسمع يعني عنها. وعلى فكرة عملناها في البيت جميلة جدا، عجبت الولاد جدا جدا. بعد كده عصجنا اللحمة خلاص. الخطوة الثالثة ان انا بجيب 4 علب زبادي كبار، بحط عليهم معلقتين نشا، كل ده على البارد. وبحط عليهم كمان فركة نعناع ناشف ورشة ملح ورشة فلفل اسمر. اقلبه كويس على البارد، وبعد كده اولع النار واقلبه كويس جدا لغايه ما اوصل لدرجه السمك اللي هوريها لكم بالظبط. هو ده السمك اللي احنا عاوزينه بالظبط. بعد ما غلت كويس جدا ننزل بقى بالكوسه اللي احنا شوحناها. وبعد ما بنحط الكوسه بننزل كمان بعصيج اللحمه اللي احنا عملناه، عصاج اللحمه اللي احنا عملناه. يعني الاكله دي مفيش اسهل منها صراحه، وطعمه جدا وجميله جدا. بنزل خلاص باللحمه المفرومه، بسيبهم بقى يغلوا غلوتين 3 لحد بس الكوسه ما تستوي شويه. بعد ما الكوسه تستوي خلاص هنبدأ نعمل الخطوة دي بقى اللي بتنقل الخيارية في حتة تانية خالص، اللي هي ايه؟ الطشة. معلقة سمنة كبيرة وخمس فصول توم. بعد ما بحط معلقة السمنة يا دوبك اشم ريحة التوم، بنزل عليها بالكزبرة الخضراء، الورق بس بتاع الكزبرة نفسه. ما اقولكوش بقى الطشة والجمال بتاع الطشة بينقلها في حتة تانية خالص. ولو عندك الصنوبر بيبقى جميل، انا ما عنديش صنوبر فعملتها بطشة الكزبرة والتوم، ما اقولكوش روعة جمال يعني مفيش بعد كده. بناكلها بقى جنب الرز، بناكلها مع العيش، يعني جميلة جدا بجد. اتمنى منكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. ما تنسوليش في اللايك والشير والاشتراك في القناة.